أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج المجد المفقود. كلنا يعلم أن مكتشف الأمريكيتين هو كريستوفر كولومبوس، هذا البحار الإيطالي الذي استطاع أن يعبر المحيط الأطلسي تحت لواء ملك أسبانيا، وكان بداية لوصول البيض الأوروبيون إلى هذه الأراضي الجديدة، هذه الأراضي التي كانت مجهولة للعالم في هذا التوقيت. واستطاعت هذه المجموعات الأوروبية أن تنشر الحضارة وسط هذه الشعوب الهمجية الوحشية التي تسمى بالهنود الحمر. هذه هي الرواية التي تعلمناها في مدارسنا إخوتي الكرام. فنحن نعلم أن الهنود الحمر فقط هم قوم همجيون، هم قوم غوغائيين. هذه رواية لا تمت للحقيقة بصلة، فهم لم يذكروا لنا أن الأوروبيون أبادوا عشرات الملايين من الهنود الحمر، ولربما كثير منا لا يعلم أن لهذه الأرض صلة كبيرة بالمسلمين. بدأت في القرن الأول الهجري حينما وقف عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلسي وهو يقول: اللهم لو كنت أعلم أن خلف هذا البحر أرضا لخضته إليها في سبيلك حتى أعلي عليها كلمة لا إله إلا الله. كانت هذه أول وهلة فكر فيها المسلمون فيما بعد هذا المحيط، فيما بعد هذا البحر الكبير، ماذا بعده؟ ثم في القرن الرابع الهجري ذكر المؤرخ المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر المكتوب عام 956 ميلادية أن أحد المغامرين من قرطبة واسمه الخشخاش بن سعيد بن الأسود عبر بحر الظلمات مع جماعة من أصحابه إلى أن وصل إلى الأرض وراء بحر الظلمات، ورجع سنة 889 ميلاديا. وقال الخشخاش لما عاد من رحلته بأنه وجد أناسا في الأرض التي وصلها، ولذلك لما رسم المسعودي خريطة للعالم رسم بعد بحر الظلمات أرضا. كان ذلك في القرن الرابع الهجري والقرن التاسع الميلادي، أي أنه في القرن التاسع الميلادي كان المسلمون يعرفون أن خلف هذا البحر الكبير أرضا وأناسا يعيشون على هذه الأرض. أما في القرن الخامس الهجري قام الشيخ البربري ياسين الجازولي والد الشيخ عبد الله بن ياسين مؤسس جماعة المرابطين، فقطع المحيط الأطلسي وذهب إلى المناطق شمال البرازيل مع جماعات من أتباعه، وقام فيها بنشر الإسلام، وأسس منطقة كبيرة كانت تابعة لدولة المرابطين. ولا تزال هناك مدن تحمل أسماء مدن إسلامية مثل تلمسان ومراكش وفاس، إلى اليوم موجودة هذه المدن. وتتوالى القصص والحكايات عن المسلمون الذين عبروا هذا المحيط ووصلوا إلى هذه الأرض وقاموا بالدعوة إلى دين الله عز وجل ونشر دين الإسلام لإعلاء كلمة الله عز وجل. وفي عام 1327 ميلاديا ذكر المؤرخ الإسلامي شهاب الدين العمري في كتابه مسالك الأبصار وممالك الأمصار بأن سلطان إمبراطورية مالي المسلم منسى موسى رحمه الله لما ذهب للحج عام 1327 ميلاديا أخبره بأن سلفه أي الملك أو السلطان الذي كان قبله أنشأ 200 سفينة وأنابه في حكم مالي، وقام هو بالإبحار مع هذه 200 سفينة إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، ولم يعد هذا الملك بعدما ذهب. وبالفعل وجدت كتابات في البيرو والبرازيل وجنوب الولايات المتحدة تدل على الوجود الإفريقي الإسلامي في هذه المناطق من قبل وصول كريستوفر كولومبوس. فكان المسلمون هم أول من اكتشف الأمريكيتين. لك أن تعلم هذا، يجب أن تعلمه لأبنائك. عام 1493 كريستوفر كولومبوس نفسه يكتب أنه وجد الهنود الحمر يلبسون ملابس قطنية التي تلبسها مسلمات غرناطة الإسلامية. ولك أن تعلم أخي الكريم أن أول هدنة أقيمت بين الهنود الحمر وبين المهاجمون الأوروبيون الذي وقع مع كريستوفر كولومبوس هو رجل مسلم اسمه محمد، الذي وقع نيابة عن الهنود الحمر رجل مسلم اسمه محمد. وهذه الوثيقة موجودة الآن في متحف تاريخ أمريكا، وقع بحروف عربية من رجل مسلم اسمه محمد. بل في عام 1929 ميلاديا وجد الأتراك وثائق تعود إلى عام 919 هجريا، أي عام 1510 و 1515، رسمها بيري رئيس الذي كان رئيس البحرية الإسلامية العثمانية في هذا التوقيت، وتظهر فيها شواطئ أمريكا بالكامل، الشواطئ الأمريكية والشواطئ البرازيلية، بل وتظهر أيضا مجموعة من الجبال والأنهار الموجودة في هذه القارة التي لم يكتشفها الأمريكون إلا بعده ب40 سنة عام 1550. فالوجود الإسلامي في الأمريكيتين هو من قبل أن يهاجمها الأوروبيون، واستطاع المسلمون أن يتعايشوا بسلام مع الهنود الحمر وأن يبنوا معهم علاقات مصاهرة وزواج. ودخل كثير من الهنود الحمر في الإسلام وكانت تقدر أعدادهم بالملايين، إلى أن وصل الأوروبيون إلى هذه البلاد وعاثوا في الأرض فسادا وقاموا بقتل الأطفال والنساء والشيوخ. بل إن الأوروبيون قاموا بجلب المسلمون الأفارقة لما احتاجوا إلى أيدي عاملة، فأبحرت سفنهم إلى غرب إفريقيا وقاموا بمهاجمة القبائل المسلمة في هذه البلاد، وقاموا بأسر مجموعة كبيرة من القبائل الإفريقية الإسلامية وأخذوها عنوة إلى الأمريكيتين. وقام الأوروبيون الغزاة بحملة إبادة استطاعوا فيها أن يقتلوا ملايين الهنود الحمر وملايين المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد. إخوتي في الله،
يجب أن نعلم جيدا أن المسلمون هم أول من وصلوا إلى الأمريكيتين. لك أن تعلم أن السنة التي وصل فيها كريستوفر كولومبوس إلى الأمريكيتين عام 1492 ميلاديا هي نفسها السنة التي سقطت فيها غرناطة آخر معقل للمسلمين في الأندلس على يدي الصليبيان فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى، إيزابيلا القذرة التي تفتخر بأنها لم تغتسل في حياتها إلا مرتين، عند ولادتها وعند زواجها. فأراد هؤلاء الصليبيان أن يسحقوا المسلمين في أمريكا كما سحقوهم في الأندلس، كما قتلوهم في الأندلس. يجب أن نعلم هذه الحقائق جيدا. يجب أن يعلم الجميع أن هؤلاء الذين يدعون الحرية والديمقراطية يجب أن نعلم أنهم مجرمون، ليس عندهم إنسانية. كيف يقتلون النساء والأطفال، كيف يبيدون شعبا بأكمله. لم يتبقى من الهنود الحمر إلا القليل، فهم عمدوا إلى إبادة هذا الشعب فلم يتبقى منه إلا القليل. يجب أن نعلم هذه الحقائق جيدا، وأن المسلمون هم الذين استطاعوا أن يعيشوا بسلام مع الهنود الحمر. فديننا هو دين السلام، دين الحرية، دين العدالة، ليس الإرهاب كما يدعون، بل هم الإرهابيون، بل هم من يستحقون هذا اللقب بجدارة. كلنا يعلم الآلة الوحشية الأوروبية الاستعمارية التي دمرت بلادنا في العصر الحديث. وكمثال على هذا ما فعله الإيطاليون بليبيا الشقيقة عام 1911 عندما أرسلت إيطاليا بوارجها الحربية وسفنها لاحتلال الأراضي الليبية وظنوها مستباحة، فإذا بهم أمام جبل أشم وأمام أسد الصحراء. إنه شيخ المجاهدين عمر المختار. ماذا عن شيخ المجاهدين عمر المختار؟ وماذا عن مواقفه العظيمة وجهاده ضد المعتدين؟ كل هذا والمزيد إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج المجد المفقود. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.